ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن ما يسمونه بالمثلية والحريات، وهذا المسمى وإن كان يعني عليه ملحوظات كثيرة إلا أننا نذكره تنزلا وتمشيا مع عبارات ومصطلحات الإعلام، وإلا فهو شذوذ جنسي، وهو أيضا لواط، وهو أيضا فواحش عياذا بالله. ولكن من أجل أن نحدد النقاش حول هذه القضية نسميه باسمه كما ورد في وسائل الإعلام. مشاهدي الأكارم، هذا الموضوع وصل إلى حد أن فيما يتعلق بالنواحي الرياضية والسياسية أصبح الرياضيون والأندية أيضا تتدخل فيه وتلزم غيرها من الدول التي لا تؤمن بهذا التوجه أن تقوم وتعترف بهذا الأمر. فالأمر حقيقة جد خطير إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، ويريدون أن ينتشر بين العسكريين والسياسيين والرياضيين والأطباء وجميع المجتمعات أن تتبنى هذا الفكر. هذه حقيقة معضلة. فحول هذا الموضوع والتعمق في مناقشته يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف والضيف الدائم معنا في هذا البرنامج. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخ حسن. مرحبا، أهلا بك. توضيح قبل بداية النقاش: جاءتنا العديد من الرسائل والتعليقات من جمهور الشبكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، فليست اسمها مثلية كما يقولون، بل هو شذوذ. تعليقكم حول ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلت في مقدمة الحديث نتفق مع المشاهدين ومع المستمعين في أن الأصل تسمية الأمور بمسمياتها حتى لا يكون هنالك انحراف عن المصطلح الشرعي، وحتى أيضا لا يكون تقبل للناس من خلال تغيير الأسماء مع بقاء الأمر على مسمياته. فالزنا زنا، والفاحشة فاحشة، واللواط لواط، والسحاق سحاق. وكما تفضلت هذه التسميات الشرعية له، وبالتالي على المسلمين عموما أن يحرصوا على التمسك بمسمى الأمر، لأن من مقتضيات الشريعة أن الله سبحانه وتعالى سمى الأشياء بمسميات بعينها لها دلالاتها النفسية، ولها دلالاتها العقلية، ولها دلالاتها كذلك الروحية واللغوية. وبالتالي المثلية لا تعطي معنى الفاحشة بطبيعة الحال، لأن الفحش هو ما عظم نكرانه وعظم إثمه وعظم كذلك نفرة الناس منه، فلها دلالتها عموما اللغوية. وبالتالي إلى وقت قريب لم تكن تسمى المسألة مثلية، حتى في الغرب كانوا يسمونها الشذوذ، وكانت تنفر منه المجتمعات الغربية نفسها، لم تكن متقبلة لهذا الموضوع، ولكنه كان حالة أشبه ما يكون بحالة فردية لم تتدخل فيه السلطات ولم تتدخل فيه المجتمعات لمحاولة شرعنة هذا الوضع. للأسف الشديد الآن الغرب ينتقل إلى مرحلة خطيرة جدا، وهي محاولة يعني عولمة الفاحشة إن صح التعبير. بدل كانت حالة فردية
أو حالة أيضا جهوية ضمن إطار جهوي معين في الكرة الأرضية، لم تكن المجتمعات الشرقية إلى يومنا هذا متقبلة عموما لهذا الموضوع. الغرب وصل ضمن حالة الهيجان والعياذ بالله والضلال التي هو فيها من اللحظة التي أعلن فيها فلسفيا بما سموه بموت الإله، وكانوا يقصدون موت الإله أن الإله لا علاقة له بشؤوننا ولا يتدخل فيها، حتى من يقرون بالخالقية، حتى من يقولون بأن الرب موجود يسمون بالربوبيين أو الخالقيين، حتى هؤلاء يرون أن الله لا يتدخل في شؤون الخلق لا بالأمر ولا له حق الخلق لكن لا يتدخل في الأوامر. للأسف الشديد وصلوا الآن إلى مرحلة من الضلال ومن التيه ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى، ليس فقط ليجعلوا هذه الظاهرة حالة غربية محضة، بل أرادوا أن يجعلوها حالة عامة كما تفضلت، ويريدوا أن تجتاح هذه الظاهرة الآن المجتمعات كلها. فعموما نحن نتفق معهم بأن الاسم الشرعي لهذه الحالة إن كان إتيان رجل لرجل فهو لواط، وإن كان إتيان امرأة لامرأة فهو سحاق، وإن كان عموم الجنس بلا عقود شرعية فهو فواحش. يعني كل عقد أو كل حالة جنسية تتم بأي شكل من الأشكال، سواء كانت بين رجل وامرأة أو بين رجل ورجل أو بين أنثى وأنثى، فالتوصيف الشرعي لها بأنها فاحشة. والله عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولعلنا في الحلقة الماضية فصلنا مفهوم الفواحش في القرآن الكريم إلى 8 تقريبا مصطلحات أو 8 حالات، كلها يصف القرآن الكريم لها بأنها من الفواحش التي يجب أن تجتنب ويبتعد الناس عنها. يا سلام. ألا تتفق معي شيخ حسن بأن هذا فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الخمر ويسمونها بغير اسمها؟ نعم ويسمونها بغير، صحيح. نعم. صحيح. ألا ترى أن هذا هو من وحي الشيطان، أن هؤلاء المجرمين يسمون هذه الفواحش بمثل هذه المسميات المثلية والحريات، ويسمون الربا الفوائد البنكية، ويسمون الخمر مشروبات روحية؟ يعني تعليقكم حول هذا، لماذا هم أصلا يغيرون هذه المسميات حتى يكون لها قبول أو ماذا؟ هم طبعا بالنسبة لهم لا تعني كثيرا المسألة، يعني هم أنهوا حالة الأديان وأنهوا حالة الضوابط الشرعية، حتى في أديانهم هذه القضايا كانت محرمة بلا شك، لكن هم الآن ما يزعجهم هنالك حضارة عالمية راسخة قوية، حتى لو ضعفت على مستوى الولاية السياسية، حتى لو ضعفت على مستوى التأثير العالمي كدولة وهي الحضارة الإسلامية، لكنها راسخة وقوية في وجدان أصحابها. تجد حتى السكران منا من المسلمين إذا سألته الخمر يقول لك حرام. يا سلام. الزاني إذا سألته الزنا يقول لك حرام، ولا يرضاه لأمه، لا يرضاه لأمه ولا لأخته نعم. ويشعر أنه هو في نفسه مجرم ومقصر. نعم. فهذه الإشكالية ماذا يريد أن يفعلهم؟ يريد أن والله المصطلحات التي لها دلالات وجدانية روحية نفسية بالنسبة للمسلمين، الشيطان والعياذ بالله يلبسها ويغير التسمية، وبعض العوام والجهلاء يتصور بأنه بتغيير الاسم حصل تغيير في الحكم وتغيير في الجوهر. سبحان الله. هذه ظاهرة الشيطان. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ أيوة من البداية. شوف بالله. أي من البداية فلسفة التغيير في الأسماء هي حالة الشيطان. الشيطان الله عز وجل يقول لا تلبسوا الحق بالباطل، فهذا النوع من التلبيس طبيعة الحال إذا كان الأب والأم الأوائل والتجربة الأولى الله سبحانه وتعالى أخبرنا كيف كانت الظاهرة الشيطانية تعمل مع الأبوين. هذه الشجرة الله عز وجل قال لا تأكل منها، أكل من كل شيء إلا هذه الشجرة، فجعل الشيطان هذه الشجرة يريد أن يجعلهم يأكلون منها. نعم. ماذا فعل؟ هذه دعاية خاصة. أيوة. إغراء ودعاية. أيوة. وتلميع. فدلاهما بغرور. والآن تلاحظ نفس الطريقة، بعض الناس يقول لك يا أخي هذه حرية شخصية، هؤلاء الناس أحرار، لما تتدخلون فيهم؟ هذه كذا. وبعضهم ما شاء الله يريد أن يلعب دور المشفق، هؤلاء مرضى يجب أن نتعاطف معهم. طيب المريض يعالج، مريض التعاطف معه الحقيقة أن يعالج، لا أن نقول والله هذا المريض نجاريه في مرضه. الآن لو قلت هنالك مريض يتهاوى ويتساقط، المهم أن نساعده، أن نعينه، أن نذهب به إلى المشفى، أن نقدم له العلاج، أن نجعله يخرج إلى المجتمع بشكل صحيح. نعم. هم لا. فعلى كل هذه والعياذ بالله سبحان الله كل المغريات التي نراها الآن في محاولة إخراج الناس من الحق إلى الباطل، من الفضيلة إلى الرذيلة،
من الالتزام بضوابط الشريعة إلى الانفلات عنها، لا بد فيها من تغيير المسميات حتى تكون وقعها على النفس مقبولا. نعم، مع الأسف الشديد، الله المستعان. طيب شيخنا الكريم، يعني هذا الحديث عن الحريات حتى نال الرياضة، حيث لم تحترم بعض الأندية الأوروبية قوانين دولة قطر المسلمة. الحقيقة من هذا المنبر أولا نحيي دولة قطر على ما تقوم به من نشر الإسلام والدعوة، وكونها ترفض مثل هذه يعني التوجهات الفاسدة المريضة التي تؤدي إلى الفواحش والمنكرات. من هذا المنبر نشكرهم على قيامهم بهذا الواجب العظيم. بينما بالأمس القريب يقول تم فتح تحقيق مع سائق حافلة مسلم في فرنسا بسبب فقط أنه فتح إذاعة القرآن الكريم عبر سماعات الحافلة. كيف يستقيم هذا مع الحريات؟ هنا يطالبوننا بالحرية وأن نتقبل ما يسمونه بالمثلية عياذا بالله، وهنا إذا فتح شخص إذاعة القرآن الكريم في الحافلة يعتبرونه أنه خرقا للحرية. تعليقه؟ نعم، هو الغرب حقيقة الآن يعاني إشكالية كبيرة جدا بين ما كان يعلنه وبين ما يمارسه الآن عمليا. فمثلا كانت الفلسفة الغربية في السابق تشيد بما تسميه بالتعدديات، أيا كان أنماط التعددية الدينية، التعددية الثقافية، التعددية السياسية. لو تلاحظ قبل سنوات كان هذا ما يشيدون به. طيب التعددية الآن هم يحاولوا أن يظهروا أنهم في الداخل يتقبلونها. طيب التعددية الحضارية، التعددية على مستوى ثقافات وعادات وعقائد ومرتكزات الشعوب الأخرى، لماذا تعمل أنت على إلغائها وسحقها تحت منظومة العولمة، ومن ضمنها عولمة الفواحش وعولمة الإلحاد وعولمة تفكيك الأسرة؟ الآن في 3 أركان أساسية هم يسعون من خلال العولمة على فرضها: فرض الإلحاد، فرض الفاحشة، فرض تفكيك الأسرة. هذه الثلاثية الآن تسعى سعيا لإنهاء هذه الفلسفة. أعيدها شيخ حسن. فرض الإلحاد، وهنالك الآن ميزانية للأسف الشديد من الأمم المتحدة مرصدة لهذا الموضوع، مرصودة. وللأسف طبعا نحن شعوبنا الإسلامية ودولنا الإسلامية تساهم طبعا في هذه الصناديق دون أن تدرك على كل بأن هذه ستدعم منها الإلحاد. والإلحاد يهدفون منه أول تحطيم الفطرة السوية في الإنسان، تحطيم الحواجز، تحطيم الخوف من الغيب الذي يمكن أن يلاحق الإنسان في المستقبل، تحطيم الخوف من الله. ففي النهاية من خلال الإلحاد أوجدوا الأرضية التي تنطلق منها الفواحش، ثم يبدأ بعد ذلك في أن تتقبل المثلية. هنا حقيقة لو أنهم قالوا نحن والله الدول لا تتدخل، إذا كانوا يعيبون علينا، يقولون والله الدولة الإسلامية تفرض أحكامها، طيب أنتم ماذا تفعلون؟ هم يقولون الآن يعيب على المسلمين والله الدولة عليها أن تكون محايدة، عليها أن تكون كذا، تقف من الأديان بمسافة واحدة. طيب لماذا لا تقفون من الحضارات بمسافة واحدة؟ الحضارات الآن تختلف معكم ولا ترى رؤيتكم ولا تتبنى ما طيب يجب أن تقف والله المنظومة الدولية أيضا بعلمانيتها التي تزعمها أن تقف من هذه المسألة بمستوى واحد. اتركوا الشعوب والله بعد كده تقاوم تقاوم هذا النوع من الانفلاتات. لكن عندما تأتي والله المنظومة الدولية، هنا حقيقة تأتي ما سميته في الحلقة الماضية الظاهرة الشيطانية. الظاهرة الشيطانية الآن تربعت على النظام العالمي. من يقود الآن عمليا النظام العالمي بهذه الثلاثية التي ذكرناها بلا شك بأن هي الحالة الشيطانية المتربعة على عرش النظام العالمي، وتحاول أن تنفذ ما وعدته في لحظة خلق آدم عليه السلام: لأضلنهم. هذا الضلال الذي نشاهده من خلال الظاهرة الشيطانية في إلزام الناس بأن والله يفعل هذه القضايا على كل، هذه واحدة من الإشكالات. فالشاهد أنهم يتناقضون مع ما كانوا يزعمون من التعددية. فهو الآن التعددية تكاد تلغى تحت هذا، لا يتجاوبون مع فكرة أنه والله يكونوا محايدين، والسلطة يجب أن تكون محايدة لا تفرض قيم معينة. هم الآن يفرضون الفواحش والمنكرات والإلحاد، وهذه إشكالية أيضا. في نفس الوقت أيضا هم لا يحترمون قوانين البلاد الأخرى. يعني نموذج بسيط اليوم لو لاحظت في آخر الأخبار مثلا، وزيرة الداخلية الألمانية تدخل إلى الدوحة وتظهر بأنها والدوحة الآن مانعة رفع شعار المثلية، وتأتي وزيرة داخلية ألمانيا لتحاول
تتحين فرصة إيه لابس الشعار بتاعت المثليين وتريد أن تقول والله أنا لا ألتزم إيه. بالله الآن لو أنت في ألمانيا وخالفت قانون ألمانيا هو وزير الداخلية وأردت أن تتحدى ألمانيا في قضية معينة من قضاياها، القانون الألماني يمنعها وأنت تريد إيه أن تتحداها، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. صحيح. ولا وصفوك بأنك والله لا تحترم قوانين البلاد الأخرى ولا، لكنهم هذه الإشكالية، إشكالية الغرب في أنه والله يرى الآخرين أتباع وعبيد وهم سادة، ويجب والله هؤلاء العبيد أن يطيعوا ويسمعوا. نحن نفكر لهم وننظر لهم ونخرج لهم القوانين، نخرج لهم النظم. نحن الآن في المنظومة لا المصيبة كمان نحن يعني نعتذر لهم. هذه الإشكالية، نعتذر لهم. يعني هذه القضية الناس كثير أتعبونا. نعم. السوسيال وظلمه ولاويه يقول لك لا الأسرة المسلمة هي المخالفة. هذه الإشكالية. طبعا هذه الهزيمة النفسية للأسف الشديد تملي أشياء كثيرة جدا على الإنسان. مصيبة. يعني هذا السلوك على كل الذي ذكرته قضية إنه والله حتى ما يزعمونه من حرية، ما يزعمونه من احترام خيارات الآخرين، قوانين الآخرين. لكن دعنا يا دكتور حسن نعلق على هذه الألمانية الآن، وزيرة الداخلية الألمانية وهي تعلن نعم في يدها عن هذه الفاحشة العظيمة، دليل على أن هذا المرض مستشري في القيادات. طبعا صحيح، مستشري في القيادات والسادة عندهم. نعم. يعني نحن كواجبنا كعلماء يعني أو كدعاة مثلا أو كمسلمين عامة، هل هذه الحالة ميؤوس منها؟ يعني هؤلاء الناس هل يفعلون هذا مثلا لأنهم دخلوا في هذا المرض ووقعوا فيه، أم هم يريدون فعلا تغيير المجتمعات الإسلامية وإبعادها عن الله عز وجل، أم هم يفعلون ذلك لأغراض أخرى؟ يعني هذا من جانب. الجانب الآخر من السؤال يعني ما واجبنا نحن كمسلمين؟ هل فقط واجبنا أننا ندافع عن ديننا الإسلام، أو أن من واجبنا أن ندعوهم هم أصلا إلى الفضيلة وندعوهم إلى ترك هذه الفواحش ونبين لهم أنهم مرضى، فيطمع الذي في قلبه مرض، هم مرضى. أليس كذلك؟ تعليقكم شيخ حسن. هو أولا حقيقة أنا كلما رأيت هذا النوع من الانحدار والانحطاط الأخلاقي يذكرني ذلك بكتاب الأمريكي المشهور حول ما سماه بموت الغرب. يقول الغرب يموت يعني موتا بطيئا، والسبب في ذلك يقول هذا الموت هو في الموت الأخلاقي والموت البيولوجي الديموغرافي. فالآن حقيقة الغرب بهذه الظواهر التي يقدم عليها ويذهب نحوها بشكل كبير إنما هو يحكم على نفسه بالفناء ويحكم على نفسه بالأرقام. هذا الكلام يحكم على نفسه بالفناء. فعندما أنت تنتشر ظواهر المثلية التي يسمون هذا الشذوذ، إتيان الرجال للرجال والنساء للنساء، عمليا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. وهنا قوم قط عبارة عن عموم، وما فشت الفاحشة اللي هو نكرة في سياق النهي، وما فشت الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فنحن الآن على كل من خلال ما نراه من إحصاءات في الغرب فإن نسبة الوفيات عندهم أكبر من نسبة المواليد. نسبة الخصوبة في المرأة الأوروبية الغربية تحديدا وصلت إلى طفل واحد، يعني ما تستطيع أن تنجب أكثر من ذلك. هنالك يعني تراجع في نسبة المواليد بنسبة كبيرة جدا. هنالك حالات الإجهاض وصلت إلى مستوى كبير جدا. هنالك حالات منع الحمل وصلت إلى مستويات كبيرة جدا. حتى أورد حقيقة هذا الكتاب هذا الكاتب الغربي أو الأمريكي وهو للمعلومية مستشار ل3 رؤساء أمريكان، يقول نحن مهددون بشكل كبير، والمجتمع الشرقي يقول تزداد خصوبته بشكل متواتر ونحن نتراجع أيضا يعني أشبه ما تكون بمتوالية هندسية، يتقدم الشرق وتتراجع الحالة بمتوالية شبه عددية بالنسبة للغرب فيما يتعلق بالأرقام والأعداد. فخلال تقريبا 50 سنة في بعض البلدان الأوروبية على مستوى الإحصاءات العددية من هذه الحالة هذه الظاهرة فإنهم يتراجعون تراجع. مثلا ألمانيا الآن تتراجع سنويا بنسبة 500 ألف شخص، يعني الدول تزيد سنويا بنسبة، يعني بعد 50 سنة تلاقيهم انتهوا. أيوة والله هذا والله غباء. فهذه يعني كما تفضل يعني وقبول دعوة الشيطان حتى ينتهون نسأل الله نعم. السلام. يعني فهم على كل يعني كواجب المسلمين يا شيخ حسن. أيوة. المفترض لا تقام هناك مؤتمرات. نعم.
تبين فساد هذا الموضوع. نعم. تقام هناك مثلا يعني مواقع خاصة نعم. تحارب هذا الفساد. تقام هناك يعني مؤتمرات طبية، نعم. مؤتمرات طبية عن هذا الموضوع وعن فساده الطبي حتى صحيا. نعم. صحيا هو فساد. هو حقيقة هنا نحن للأسف الشديد كأمة مسلمة وكأمم شرقية، خلينا نقول للأسف الشديد خضعنا في الفترة الماضية إلى هزيمة نفسية واستسلام لكل ما كان يتنزل من الأمم المتحدة. للأسف الشديد لما طرحت اتفاقية سيداو لم تقاوم بالشكل المطلوب من دولنا الإسلامية. بدأت الناس تحاول أن تقول والله يا أخي نتحفظ على لا، ما في كلام نتحفظ. ارفض كل الاتفاقية وانسحب منها ولا تكن جزءا منها حتى تقول لهم والله حتى نكون نحن نضع ميثاق عالمي يتوافق مع ما نؤمن به. فنحن أنا أقول مهمتنا شيخ برهان كبيرة جدا، وأنا في تصور ليس ميؤوس منها المسألة. يعني أتوقع بأن هنالك ساحات يمكن للمسلمين أن تتوافر لهم، وخصوصا كلما ازدادت نسبة الفواحش ستجد أن هنالك سيكون فراغا روحيا عند الناس. جميل. أنا قصدي يا شيخ حسن نعم. يعني لا يكتفى في محاربة مثل هذا يعني المد الخطير بمجرد اللقاء أو لقاءين أو ثلاثة. صحيح. أو محاضرتين لبعض العلماء أو نعم. إنكار له، بل المفترض تكون هناك فعلا مؤتمرات، تكون هناك يعني منظمات كما هم أسسوا منظمة سيداو نعم. لنشر الرذيلة والفاحشة. نعم. المفترض تنظم هناك أيضا منظمات لنشر العفة يعني والكرامة. نعم. بغض النظر عن نشر مثلا الدعوة الإسلامية وما إلى ذلك، لكن ننشر العفة. نعم. يعني المرأة النصرانية العفيفة نعم. جاز لنا أن نخطبها ونتزوجها. نعم. لأنها عفيفة. نعم. هنا يكرم الله عز وجل العفيفة حتى نعم. مع كفرهن، حتى مع كفرهن فينظر إليها الشارع بأنها والله محل الزواج. أي نعم. أي لأنه فكما تفضلت حقيقة هي المسألة تحتاج إلى أنه نحن نخرج من دائرة الضجيج الفردي ومحاولات الرفض، لأنها غير مجدية. أنت أمام آلة مخدومة بمؤسسات دولية، مخدومة بتمويل، مخدومة بحكومات قوية جدا. فلا بد نحن أيضا كما تفضلت مع أحرار وعفائف العالم، العفيفات وأهل العفة في العالم كله الآن. دول كثيرة ترفض، يعني الآن مثلا روسيا رافضة، ومنهم الصين رافضة. يعني لاحظ أيوة. هذه الدول الشرقية بدل نحن والله ننكفي لحالنا ونقول نحن كمسلمين، لا، خلي هنالك مساحات من الشعوب التي ترفض هذا النوع من ويدعون هؤلاء إلى هذه المؤتمرات. نعم. ويدلون بدلوهم، وينشر هذا عبر وسائل الإعلام بأن هذه الدعوة يعني مرفوضة من البشرية. نعم. وأن الذي يعني يدعو إليها ويلتزمها والعياذ بالله يعمل بها فهو ناقص. نعم. هو شاذ، هو المريض، من المفسدين. هو من المفسدين. صحيح. نعم. هو من المفسدين. نعم. نعم. وسبحان الله من ظواهر الإفساد المؤثرة في الأرض عندما يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. التناقص في الكتلة البشرية لدرجة أن ممكن تهدد الوجود البشري، هذا من الإفساد في الأرض. الله عز وجل يريد لهذه الأرض أن تعمر بسكانها وبأهلها وبشكل طبيعي، فيتعاونون جميعا على ما يؤدي إلى صلاحها لا إلى فسادها. فنحن محتاجين كما تفضلت إلى تشكيل كتلة ضخمة وكتلة كبيرة. وحقيقة الواحد يعني متفائل بأن هنالك يمكن الآن كان ميثاق يتم إعداده في منظمة التعاون الإسلامي، في أنه والله ميثاق تتبناه الكتلة الإسلامية ويتم تقديمه على كل إلى أن يكون ميثاقا عالميا يحرص هذا الميثاق على استصحاب الأديان واستصحاب الأعراف الطيبة والكريمة حتى لا تجتاحنا هذه الحالة. صحيح. يعني هنا الآن في تركيا شيخ حسن لو أن الروابط العلمية نعم. عملت مؤتمر لهذا الموضوع، نعم. اجتمعت كلها ووضعت لها ميزانية مقتصرة وعملت لها مؤتمر وصدرت فيه بيان عن هذا الموضوع، أتوقع أن هذا سيكون له أكيد حقيقة نعم. يعني نعم. صدى طيب. الآن طبعا في إن شاء الله في جهة في اتجاه معين الآن في هذا الجانب ومتبني تقريبا هذا الآن صدر في شكل بيان أولي أو سيصدر في شكل بيان أولي إن شاء الله، وتريد أن توسع بعد ذلك أو تتبناه الروابط ثم يمكن أن يطرح بعد ذلك للمنظمات. والله هو لو يكون مؤتمر ويكون فيه أوراق وبحوث علمية نعم. تكتب، ويكون فيه أيضا أفكار، ويكون على الأفكار هذه مثلا
جوائز، بما أنه مثلا أفضل مقطع يوتيوبر مثلا نعم. في محاربة هذه الرذيلة، أحسن. ويجعل له كذا أفضل مقال، أفضل أبيات شعر، نعم. أفضل نشيد، أفضل منظمة قامت بمواجهة، أفضل منظمة كذا، أفضل نعم. أفضل بحيث أنك أنت يعني وجهت كل المجتمعات وكل الأفكار صببت في محاربة هذا الموضوع. أحسنت. هذه والله شوف يا شيخنا، هذه لها أهمية كبيرة جدا كما جاء في الحديث، نحن وهم في سفينة واحدة الآن. نعم. اللي هي سفينة الأرض هذه التي نسكنها جميعا. أي والله. وبالتالي ما يحصل من فساد وما يحصل من أمراض وما يحصل من مشكلات تابعة حقيقة لهذا الموضوع، لأن الظاهرة ليست فقط إتيان الفاحشة في ذاتها، ولكن ما يستتبع ذلك كما أخبر يعني بعض أهل العلم بأن شرور النفس مثل هذه طبعا من شرور النفس، ولكن خطورتها في سيئات الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية النبي تعوذ من أمرين: شرور النفس هي أصل الذنوب نفسها، الذنب في ذاته. سيئات العمل يقول العقوبات التي تقع على هذه الذنوب. هذه العقوبات للأسف الشديد ليست فقط على من قام بالفعل، بل على من سكت وعلى من أيد وعلى من تقاضى. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صحيح. فنحن محتاجين حقيقة إلى شغل منظم ومرتب وفي نفس الوقت له مؤسسات قوية وتحتشد فيه دول، حتى أيضا نحن إذا أردنا بالذات أن نصل به إلى التقنين الدولي لا بد من يجب الدول العفيفة أن تدعم مثل هذه المشاريع وأن تقف بجانبها. صحيح. ونحن لا ننسى يعني قرية بومبي في إيطاليا كيف دمرها الله عز وجل وكيف أهلكهم لأنهم نشروا الرذيلة. نعم. وحموها ودافعوا عنها كما هو حاصل الآن. صحيح. من الغرب يعني، ولذلك كان أن انفجر الجبل الذي كان بجوارهم ونشر وخرج منه رماد حتى والعياذ بالله جعلهم يعني حصيدا كأن لم يغلوا بالأمس. نسأل الله العافية والسلامة. وقبل يومين يعني نعزي إخواننا الذين أصيبوا في حادثة زلزال دجلة. يعني يومين أو ثلاثة. حصل زلزال. شيخ حسن، هذه الزلازل الحقيقة يعني في شرعنا الإسلامي هي لا تحصل هكذا سدى، وإنما تحصل نتيجة لانتشار الذنوب والمعاصي. نحن هنا الحقيقة يعني نتمنى الشفاء العاجل ولكل الجرحى الذين جرحوا في منطقة جدة، كما أننا نتمنى أيضا لمن هدمت بيوتهم أن يعوضهم الله خيرا. لكن في نفس الوقت أيضا نحذر من انتشار الذنوب والمعاصي وخطرها. تعليقكم حول هذا يا شيخ حسن؟ نعم. وعلى كل الله سبحانه وتعالى يقول كما تفضلت قبل قليل يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى يعطينا مؤشرات. طبعا الماديون لا يلتفتوا إلى ما بعد الحدث ولا يلتفتوا إلى تفسير الحدث إلا تفسير من زاوية مادية، إنه والله هنالك براكين تحركت، هنالك كذا، وهذا أدى إلى انفجار والقشرة الأرضية وما إلى ذلك. لكن بالنسبة للمسلم حقيقة يسعى إلى التعرف حتى لو أصابته شوكة، يلتفت إلى أنه والله ما هو الذنب الذي صدر. وهذا طبعا لا نقول من باب إن نحن الآن نجزم أن هؤلاء الناس وأذن، لا، أنت قف مع نفسك والمجتمع يقف مع نفسه، إنه والله هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يفعلها في الكرة الأرضية حتى يلفت الناس. إذا كان حتى ظاهرة الكسوف والخسوف، نحن هذه الظاهرة التي يربطها الفلكيون بقضية معينة، هذا تفسير ظاهري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية من آيات الله. نعم. فما توجد في ظواهر يخوف الله بهما عباده. أيوة، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فما بالك فإذا يحصل زلزال ولا نخاف. نعم. ولا نتعظ ولا نتوب ولا نحذر. نعم. فالسكران سكران والزاني زاني والزانية زانية والذي يأكل الربا يحصل زلزال يعودون مرة أخرى إلى المعاصي والذنوب. ما في إذن خوف. صحيح. فنحن على كل لعلهم يرجعون. هذه هي الغاية الكبرى من هذه الأمور، إن والله نحن نقف مع الحدث في تفسير ديني. هذا التفسير الديني يقول بأن والله عودوا إلى أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحانه. لاحظ لولا أن الله يعفو سبحانه لو أخذنا بذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أنه والله كل ذنب أذنبه الإنسان تنزل عليه العقوبة لكن الذي يحدث أنه والله لما يفشو الأمر
يفشو الظلم أو تفشو الفواحش أو تفشو المنكرات. هنا سبحان الله تتدخل أو يتدخل الوضع الإلهي لينبه هؤلاء الغافلين عن غفلتهم حتى يخرجون عن السكرة. والله عز وجل سبحان الله كم يعني ذكر بالذات موضوع السكرة هذا في الفواحش، إنهم في سكرتهم يعمهون. هذه سكرة، سكرة الشهوة. حتى سبحان الله كلمة الزنا نفسها هي حالة أنه عبارة عن الفاحشة زنت في عقل الإنسان لدرجة غطت عليه فصار أشبه بالشخص السكران الذي لا يدرك حقائق الأشياء. فللأسف الشديد الآن هذا النوع من التعميم للفواحش يراد منه في نهاية المطاف أن والله هذه البشرية تذهب إلى أقصى مدى في التمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى. شيخ حسن، لماذا فرق الإسلام بين العاصي المجاهر والعاصي الذي هو في خاصة نفسه؟ نعم، تعليقكم شيخ حسن. أحسن. هو طبعا في حتات طبعا بعض الناس لا يلتفت إليها. الإسلام فرق بين أمرين: أول فرق بين العاصي المقر بالذنب والعاصي غير المقر بالذنب. يعني مثلا الذي يشرب الخمر ويدرك أنه عاصي لله ومخالف لأمر الله ولكن يدرك أنه يرتكب محرم، هذا مسلم عاصي. لكن شخص لا يشرب الخمر ولكن يجلس مع شارب الخمر ويقول حلال أشرب ما عليك، هذا كافر وهذا سبحان مسلم عاصي. هذا على مستوى التأصيل النظري. ففرق. لذلك الخطورة الآن بعض الناس مثليين ويرتكبوا الفاحشة ويدرك أنه والله هو مرتكب لفاحشة، لكن واحد آخر يبرر له ويدافع عنه ويحميه، فهذا أخطر بطبيعة الحال من الذي يرتكب الفاحشة نفسه. نعم. وهذا من الذي يحب أيضا أن تسود أو تروج الفاحشة في هذا واحد. الجانب الثاني أيضا فرق الشارع في الذنب نفسه بين من يرتكب الذنب خفية وبين من يرتكبه علانية، وله صلة بالقاعدة الأولى. فالذي يرتكب الذنب سرا واضح أنه يخشى ويدرك أنه يرتكب معصية، فعنده خشية من الله أولا، إنه والله يا أخي أنا فعلا مرتكب لذنب. عنده خشية من مجتمعه، يراعي المجتمع أيضا في هذا المجتمع فيما يتعلق بنظامه العام، فهو مرتكب لجريمة لها علاقة أيضا بالمجتمع. فكونه يجاهر، كونه يخفي ذنبه، فهذا مبتلى ويسأل الله سبحانه ونسأل له كذلك أن يعافيه. لكن الذي ينتقل بها من دائرة السر إلى دائرة وإذا العلن، نصحته هذا الصنف بالذات، إذا خوفته ونصحته يقول لك بالله ادعي لي. نعم، يقول لك بالله ادعي لي. أنا لو حكيت لك شيخنا والله. يعني قصة، كان في أخ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه ويهديه ويوفقه لكل خير، كان مبتلى بالسكر ولي معه علاقة. سبحان اللحظة التي يسكر وتصل معه الحالة الصعبة يتصل علي يقول ذكرني بالله، والله آتيه في بيته ويبكي وأنا أذكره، يبكي وأنا أذكره. فكنت أشعر سبحان الله بأن هذه الحالة فعلا هذا الشخص سيعافيه الله سبحانه وتعالى ويهديه وكذا، وفي نفس الوقت مدرك بأنه هذه الظاهرة ليست صحيحة. لكن تصور لما ينتقل هذا المختفي الذي يشعر هذا الشعور بالذنب ويشعر بأنه والله خرج على المجتمع، خرج عن الأحكام الشرعية في هذه المسألة. تصور لما يجاهر، معنى ذلك أولا صارت عنده مسألة الحرمة قليلة جدا، حتى لو قلنا بأنه لا زال يقر بأنها حرام، لكن بدأت تضعف عنده الشعور بحرميتها. هذه واحدة. الأمر الثاني انتقل من دائرة الذنب الشخصي إلى الترويج، فبالتالي هو الآن سيكون من الذين يدعون لها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أيا كان، تريد أن فاحشة الزنا، تريد والله الخمور، تريد إرادة أن والله الفواحش تسود في الناس وتسود في المجتمعات، هذه في نفسها ولو لم يأتها الشخص هي في نفسها جريمة وذنب يعاقب عليه الشارع ويتوعده الله سبحانه وتعالى، يعني لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة. هذه أنواع العذاب هذه طبعا كثير من الناس للأسف الشديد لا يلتفت إليها. ما من أمر توعد الله فيه بالعذاب الدنيوي إلا وسيسري على الناس، حتى وإن لم يدركوه لكن سيسري على الناس في أبدانهم وفي أرواحهم وفي حتى في مزاجهم. تجد سبحان الله أن الله لا يصلح بال هؤلاء المفسدين بخلاف أهل الإيمان، سيهديهم قال ويصلح ويصلح بالهم. فنحن على كل هذه المسألة فعلا المجاهر، الشارع فرق بين الذي يجاهر
وبين الذي يخفي، لأن هذا الذي يخفي هو يشعر بالحرمة ويشعر بالذنب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، وفي نفس الوقت لا يسعى لترويجها، ابتلي بها في نفسه لكن لا يسعى لترويجها، مما يعني أنه والله لا يحب أن تشيع هذه الفاحشة ولا يحب أن تنتشر في المجتمعات. جميل الشيخ حسن. كان عندي تعليق أيضا فيما يتعلق بأن يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل صاحب الخمر الذي كان يشرب خمر ويجلد ثم يؤتى به ويجلد. نعم. فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. نعم. فنهاه النبي عليه السلام عن لعنه فقال إنه يحب الله ورسوله. نعم. اي نعم، دليل على أن العاصي قد يبتلى بمعصية. أحسنت. نعم. وهو يحب الله عز وجل. نعم. ويسأل الله تعالى أن يرفع عنه. لكن المجاهر والعياذ بالله هو مفسد. نعم. وهو يدعو الناس لفعل مثل هذه الفاحشة، وأيضا قل في قلبه خوف من الله. نعم. الخوف من صحيح. الله قل الخوف. صحيح. قل الخوف من الله سبحانه نعم. وتعالى. نعم. وبذلك تجرأ بأن هؤلاء عقوبتهم عظيمة ويعني ما كان عليه. طيب شيخ حسن، يعني في نهاية هذه الحلقة ما الذي حقيقة توجهون به المجتمعات الإسلامية من الدول ومن المنظمات والروابط العلمية وحتى الفرد المسلم، وخصوصا يا شيخ حسن الأسر ربما الأسر التي تعيش في الدول الإسلامية لا تدرك لا تعيش هذا الخطر العظيم، لكن الأسر الإسلامية التي تعيش في بلاد أوروبا فإنها حقيقة يعني تمسي وتصبح على خوف عظيم من هذا البلاء. تعليق. أحسنت. هو حقيقة لو أنهم تركونا وشأننا ستبقى إن شاء الله المقاومة الأسرية والمقاومة الدعوية والمقاومة المسجدية والمقاومة المدرسية والتربوية قائمة، لكن هم الآن للأسف الشديد يسعون شيخ برهان إلى محاولة تغيير النظم والقوانين، وجربت الآن في دولتين أو ثلاثة من الدول العربية حتى ينظروا إلى أن هذه التجربة إذا نجحت يبدأ بعد ذلك في تعميمها. فمثلا هنالك قوانين تطرح تحت حجة قوانين الطفل، هنالك قوانين تطرح تحت موضوع الأمومة، هنالك قوانين تطرح فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، هنالك قوانين تطرح بحجة موضوع الأسرة وتنظيمها. فهم الآن يسعون للتغلغل من خلال الأنظمة. بعد فترة سيكون هنالك سيف القانون هو على رقاب الناس، حتى بعدها لا تستطيع أن تتكلم مع ابنك ومع طفلك وسيفرض عليك منظومة من القوانين تجرم أي محاولة للصياغة السوية للأبناء. ولذلك نحن حقيقة نحذر الآن البرلمانات والحكومات والشعوب كذلك أن أي قانون يتعلق بمحاولات قوانين وإعادة قوانين جديدة وفقا المنظومة الدولية وفقا لاتفاقية سيداو تحديدا، على الشعوب أن تقاومها ولا تحاول أن تتساهل فيها، لأنها ستجد نفسها بعد فترة لأن هذه الدولة نفسها التي ستلزم نفسها بهذه القوانين بعد فترة تلاحق بقوانينها وسيقول لها بأنه والله أنت دولة خارجة عن القانون وهكذا. فنحن أول شيء نحاول بإذن الله سبحانه ألا نسمح بالتلاعب بهذه الحصن الأخير. نحن حصوننا كما قال أحد العلماء حصوننا مهددة من داخلها. هذه الحصون المهددة من الداخل الآن نحن في الحصن الأخير وهو حصن الأسرة، والأسرة سبحان الله أعطتها الشريعة قوامة على أبنائها حتى تستطيع أن تحافظ عليهم وتربيهم وتوجههم، حتى لو سقط النظام السياسي العام سقطت حتى الدولة لكن تبقى منظومة الأسرة. الإسلام لا يسمح بأن تتفكك هذه لأنه هي النواة الأساسية التي حقيقة تحمي وتصون هذا الفرد السوي الذي سيكون إن شاء الله اللبنة الأساسية في المجتمع. فالنقطة الأولى نحن مطالبين على مستوى البرلمانات وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى وزارات العدل التي تعمل على صياغة القوانين أن تتقي الله في شعوبها، وألا تكون ألعوبة في أيدي هذه المنظمات الدولية التي تعمل جاهدة ليل نهار في محاولة إشاعة الفواحش وفي محاولة تفكيك الأسرة وتهديد الحصن الأخير. هذه واحد. الأمر الثاني هنالك عبء أيضا يقع على العلماء وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى
حان الوقت أن لا يسكت الناس عن هذه الجرائم وعن هذه الإشكالات، وأن يخرجوا من دوائر الصمت التي للأسف الشديد سادت كثير من القطاعات نظرا لجملة من الأشياء. فهنا يلزم أن تكون هنالك أيضا كتلة من الروابط تستطيع أن تعطي حكما شرعيا فيما يجري، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، ولا يصنف الأمر بأنه هو رأي الشيخ الفلاني أو رأي الجماعة الفلاني، لا، أن تكون الروابط العلمية والمؤسسات العلمية ومؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي. وحقيقة من هذا المنبر أيضا نشيد بالأزهر الشريف، حيث حاول خلال الفترة الماضية أن يعلن مقاومته لكثير من القوانين التي أرادت أيضا أن تجتاح هذه بالصورة التي تحدثت عنها. فمحتاجين أيضا مؤسسات الفتوى، وهنا خاصة المؤسسات التي لها سمعتها في العالم الإسلامي، أن لابد أن تقول كلمتها فيما يجري وأن لا تسكت، لأن المجتمعات ستنظر في نهاية المطاف إلى هذه المؤسسات العلمية. فلما تقف المؤسسات وتساندها الشعوب بطبيعة الحال في هذه القضايا، هذا أيضا إن شاء الله سيعزز من أن والله هذه الهجمة الشرسة والإسراع والتسارع في محاولة المنكرات أقلها ستحجم، وسيدركون بأن هذه الشعوب لن تمرر هذه الأمور بهذه السهولة. النقطة الثالثة أيضا أولياء الأمور، يعني أيضا هذا مستوى من المستويات، أو قبلها خلينا نقول أيضا مؤسسات العلمية، مؤسسات الفتوى، ثم أيضا مؤسسات العلمية من جامعات ومعاهد علمية ومدارس وغيرها، وحتى المراكز البحثية. على هؤلاء أيضا أن يبصروا الناس، وأن تقدم الدراسات العلمية الوافية التي تعزز من قضية من إنه والله هذه الأحكام الشرعية دلالاتها البعيدة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الظواهر سبحان الله، ظواهر المنكرات وظواهر الفواحش، آثارها تظهر في المجتمع بشكل مباشر، آثارها تظهر في المجتمع. فعندما تظهر مثلا يظهر مثلا العلاقات غير الشرعية خارج بيت الزوجة، علاقات يعني خارج بيت الزوجة، ستلاحظ تلقائيا ستزيد نسبة المواليد غير الشرعيين. هذه ظاهرة ستتحول في المجتمع بعد ذلك ولها آثارها على كل. أيضا مسألة قتل النفوس في نهاية المطاف، لما يحصل الحمل خارج أيضا بيت الزوجية، تضطر هذه المرأة أن تسقطه. وللأسف الشديد الآن الغرب، الأسباب الحقيقية التي ذكرها حقيقة صاحب كتاب موت الغرب، يقول الرجال نتيجة ضعف المسؤولية فيهم، شعورهم بأنه والله الزواج الشرعي أو الزواج بالعقد الصحيح سيجعل المرأة تقاسم الرجل في ماله. فيقول بعض الناس يقول ليش أتزوج أصلا؟ أنا أريد أن أقضي حاجتي، أقضيها مع الخليلة، أقضيها مع الصديقة، من غير أن يكون هنالك ارتباط. فنحن على كل محتاجين إلى إبراز هذه القضايا، وخصوصا الدراسات الغربية الآن صارت أيضا في دراسات عقلانية وموضوعية، لا تتكلم من زاوية الحلال والحرام اللي نحن ننطلق منها ونؤمن، هي تتكلم من زاوية أنه والله في إشكالات قاعد تحصل نتيجة هذه الظواهر. أخيرا أنا أقول ستقع المسؤولية المباشرة على الأبوين كأولياء للأسرة، وعليهم أيضا أن يقاوموا ويعملوا على تربية أبنائهم تربية صحيحة، وينشئونهم النشأة الصحيحة، وأن لا يستسلموا بأي شكل من الأشكال لهذه الموجة العارمة التي تجتاح الآن الأسر وتجتاح الأفراد وتجتاح المجتمعات. بارك الله فيكم يا شيخ حسن. مشاهدينا الأكارم، كنا في حديث ماتع حول ما يتعلق بالحريات المثلية، والتي هي في الحقيقة الشذوذ الجنسي واللواط والسحاق والعياذ بالله. كنا في حديث بيان حرمة ذلك من قبل الشيخ الدكتور حسن سلمان، جزاه الله خيرا، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مثل هذه القاذورات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في حلقة القادمة إن شاء الله. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.